السلام عليكم متتبعينا الكرام. في لحظة من لحظات الغفلة تقدر تبدل الحياة ديال بنادم 180 درجة وتتحول فرحة وتخطيط للمستقبل. قصة من قصص الألم اللي مازال الرأي العام المغربي كيتساءل على التفاصيل ديالها. حنا اليوم ما غاديش نهضروا على حادثة سير عادية، حنا كنحللوا ملف فيه جوانب إنسانية معقدة، صدمة وندم وتطورات متسارعة هزت مدينة الخميسات. كاين معطيات صادمة خرجت للسطح ومستجدات قوية كتدخلنا في صلب القضية ديال سامية بنت نجاة اعتابو اللي تورطات فيها سامية إخواني ابنة ديال الفنانة نجاة. أنا معكم اليوم باش نفككوا الخيوط ديال هذا الملف ونحطوا النقاط على الحروف بعيدا على العاطفة وبمنطق التحقيق باش نفهموا اشنو طرا بالضبط. خاصنا نرجعوا للوراء اللحظة اللي وقعت فيها الفاجعة، حادثة مأساوية بكل المقاييس. النتيجة ديالها كانت وفاة شابة في مقتبل العمر، كنتكلموا على بنت في العمر ديال 19 سنة وإصابة شاب آخر اللي مازال لحد الساعة كيكافح باش يرجع للحياة ديالو الطبيعية. الخبر بحال الصاعقة بطبيعة الحال نزل على العائلات بجوج، ماشي غير على العائلات المعنية ولكن على كل شيء اللي سمع بهذا الواقعة. الأرقام والمعطيات كتقول أن الضحايا كانوا كيعيشوا أيام ديالهم الأولى بعد الخطبة، يعني كانوا كيبنيوا الأحلام ديالهم. تخيلوا إخواني كيفاش غتكون الصدمة ديالهم، الصدمة ديال العائلات المقربة. ولكن القدر كان عنده رأي آخر. في ثواني قليلة هاد الشاب المصاب دابا واللي مازال كيخضع للعناية المركزة كيعيش صراع مضاعف، صراع مع الألم الجسدي وصراع مع فقدان شريكة الحياة ديالو في نفس الحادثة، والسيدة اللي بنى معها بزاف ديال الوعود وبزاف ديال الخطط المستقبل ديالهم. إخواني أخواتي دابا خليونا ندخلوا لداخل الواقع سامية. مصادر متطابقة كتأكد أن سامية اللي هي بطبيعة الحال ابنة ديال نجاة تابو اللي دابا بين يدين العدالة كتعيش حالة نفسية كارثية داخل هذا السجن. ما كنهضروش هنا غير على الندم ديالها بكل بساطة، ولكن على الانهيار الكامل ديالها اللي في كل جلسة وفي كل تحقيق معها فهي كتنهار. إخواني السيدة باين عليها أنها ما مدوزاش الحبس، وباين عليها بأنها ما قادراش على بحال هذا الصدمات، الصدمة النفسية اللي كتعيشها بين ضغط التحقيقات وبين استيعاب حجم الفاجعة اللي تسببت فيها. ومازال لحد الآن ما كيجاش حتى النعاس من بعد ما كتشوف هذيك الصدمة والهول ديال الصدمة، من بعد ما شافت الجثث وهي اللي كانت متسببة بهذه الخسائر البشرية. خلات الوضع ديالها النفسي واللي معقد ومعقد بزاف. سامية محاصرة بين مشاعر الخوف من المستقبل وبين هول الحقيقة اللي خاصة تواجه. هذه الحالة كطرح تساؤلات على مدى قدرة الإنسان على التحمل ملي كيواجه تبعات قرار واحد غير محسوب. هنا كنجيو إخواني أخوات لواحد النقطة مفصلية، الخروج الإعلامي الأول للفنانة نجاة عتابو. هاد السيدة قبل ما تكون فنانة هي كتشوف بنتها في وضع لا تحسد عليه. الموقف كان مؤثر بزاف وفي اعتراف ضمني بصعوبة الموقف، ولكن اللي شد الانتباه في هذا الخروج هو الاعتذار الرسمي اللي وجهته لعائلة الضحايا. اعتذار ما كانش مجرد كلمات بل تبعته مبادرة عملية، تكفل الكامل بالمصاريف ديال العلاج ديال الشاب المصاب خارج أرض الوطن. هذه الخطوة إخواني في قاموس التحقيق كتعتبر محاولة تحمل جميع ولا جزء من المسؤولية المعنوية، وهي بادرة إنسانية كتحاول تخفف من حدة الغضب ديال العائلات. ولكن واش هذا الشيء كافي باش يداوي الجراح ديال العائلة اللي فقدات ابنها، وبطبيعة الحال عائلة أخرى اللي فقدات الابن ديالهم اللي بين الحياة والموت؟ الشارع المغربي انقسم لتيارين، تيار كيشوف هذه المبادرات كخطوة نبيلة كتحمل المسؤولية، وتيار آخر متمسك بأن القانون خاصو ياخذ المجرى ديالو بصرامة وبأن العدالة فوق كل اعتبار. وهنا كنبغيو نأكدوا على حاجة مهمة في قضايا بحال هذه. القضاء هو الجهة الوحيدة اللي عندها الكلمة الفاصلة، والتحقيقات مازال مفتوحة وكل شيء كيتسنى التطورات اللي ممكن تظهر من خلال جلسات المحكمة. واش هذا الاعتذار غادي يأثر في المجرى ديال القضية؟ واش كاين عوامل أخرى مازال ما بانش؟ هذه الأسئلة هي اللي غادي نجاوبوا عليها في الأيام القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله.